حنا بخير. حنا بخير. احنا بخير. حنا بخير ان شاء الله. حنا بخير. حنا بخير. حنا بخير. حنا بخير. حنا بخير. وبالجانب الآخر من المدينة حنا مو بخير. حنا مو بخير. للتنبيه، المشاهد اللي راح نشوفها في المقطع هذا مو في الصومال، هذه بالسعودية في وسط الرياض. حي الجرادية يبعد عن مركز الرياض بالكثير 5 كيلو. في أول النهار رحنا لحي الجرادية، حي لا يبعد عن وسط مدينة الرياض أكثر من 5 كيلو، حي ترابي في الغالب. الملابس بيني وبينكم مو بنظيفة، والحالة المادية جدا صعبة. الأطفال هناك بدون جزم، والأبواب بدون أكفار. بالتنسيق مع مؤذن الحي رحنا نزور أول بيت أبو منصور. زرناه في شقته الصغيرة وبدأنا نقاشنا. والله بالنسبة عدد الأفراد اللي هنا، أنا عندي متزوج 2 حريم، طبعا عددهم معايا من هذه الحرمة اللي هي 6 أولاد، والحرمة الثانية اللي هي 5 أولاد. كم دخلكم الشهري؟ والله الحمد لله شهر يعني محدود. تقريبا يعني حدود من 4 إلى 5,000 ريال. اي نعم، براتب أقل من 5,000 يصرف على 13 شخص. تدرون كم أجار الشقة سنويا؟ أكثر من 30,000 ريال. دخلنا مطبخة. يعني الحين مثلا وش تعشون؟ نتعشى يا دقيق يا أي حاجة. طيب الحين كيف ياكلون العيال يقول أبو منصور أكلهم في العادة وجبة واحدة باليوم، والغالب تكون من الدقيق. دخلنا غرفته هو وزوجته، وتفاجأنا بصراحة. هذا غرفة النوم الأساسية؟ هنا أنت تنام؟ في السرير مكسر يعني نص طايح ولا بطانيات ولا عفش ولا أي شيء. بعدها انتقلنا لغرفة الأطفال، بس ما قدرنا ندخل نصور. هنا ما في كهرباء، شوف اللمبات ما في. تقدر تفتح الكهرباء تشوف ما في لمبة، مكسر. أيوه ما في. هنا ينامون عيالي. هنا يناموا عيالي. بالأخير وأنتم بكرامة رحنا لدورة المياه. سوافة تحت الباب وقفلته، الوضع واحد. يعني الباب اللي قفلته مفتوح؟ مفتوح على طول. لا ما أعرف نصلحه ولا شيء. يعني حتى ما معك فلوس انك ما عندي فلوس، أنا ما أصلح هذا. أجل حنا بخير ها؟ ما علينا. الحي هذا مساحة المنازل فيه ضيقة جدا، يعني لو تشوفون المنزل واحد عرضه تقريبا 5 أمتار. يستغلون كل الأماكن المتاحة لهم، يعني حتى السقف تلقاهم مغطينه عشان يخلونه دور ثالث لهم. شوفوا المكيفات، شوفوا الدرايش كيف. يعني ضيق المساحة تخلي الواحد يجبر نفسه أنه يغطي كل مكان يستفيد منه. طلعنا من عند أبو منصور ورحنا لأم فتحي. أم فتحي أم ل6 أطفال، مصدر دخلها الوحيد هو الضمان الاجتماعي. تقول أم فتحي كم يبقى لكم؟ يعني متى يخلص تقريبا؟ في 10 يوم ب5؟ لا عاد منه ولا شيء حاليا، يعني نص الشهر تقريبا ما يكون عندكم شيء. لا. وتجيكم تبرعات؟ طيب من أهل الخير إمام المسجد يعني. بالأخير طلبت منا أم فتحي نصور الفريزر حقها. ليش؟ شوف شلون. صور هنا جوا، دخل كاميرا تشوف. هذا اللحم هو وين؟ واللحم والرز والله من جارتي وقسم بيت. هذا اللي شفتوه هو لحم، شكله مو زي اللحم اللي ناكله عادي. حنا بخير، حنا بخير. طلعنا من عند أم فتحي وبطريقنا لبيت أبو فهد شفنا أطفال يلعبون في الرياضة. رحنا نلعب معهم، قالوا اللعبة بريال. يا جماعة الخير ورب الحاجة بذاك الحي تخلي الواحد يشوف له أي مصدر دخل. بالله وين حنا بخير؟ الزبدة دخلنا بيت أبو فهد. أبو فهد بالنسبة لي هو أصغر بيت دخلته بحياتي. حبيب البيت عرضه أقل من 5 أمتار وطوله أقل من 20 متر. وين؟ سألناه كم شخص ساكن معك؟ قال فرد في البيت. والله عندي طال عمرك حول 20 نفر. 20 ساكنين بالشايب، وبنت لي مطلقها معها ولد. يعني 20 نفر ساكنين في 25 في 5 أمتار.
أبو فهد طبعا عايش ببيت طين ملك، يعني ببساطة أزين من غيره. حمامه أقل من متر في أقل من مترين، وإذا أمطرت صب عليه المطر من السقف. بس تدرون حنا بخير. راتب أبو فهد 2500 ريال شهريا، يصرفه على 20 شخص، لا وعليه قروض بعد. وفيها اقساط. في أقساط. فيها طال عمرك بنك العربي له طال عمرك 600 ريال و30. طيب وش بعد؟ وفيه طال عمرك بنك التسليف له 750. زرنا بالأخير إمام الحي وسألناه الفقر بحيكم وش سبب فيه؟ قال تكاثر بيع أعزكم الله المخدرات وغيرها، بل وجد للأسف الشديد وأقولها بحرقة من يستخدم الأطفال لبيع هذه المخدرات، والأطفال يتجاوبون مع هذا لماذا؟ للحاجة. تبون الطامة الكبرى؟ في بعض العائلات يبيع الأب عرض حريمه عشان الفلوس. اسمعوا. أيضا وجد من يبيع للأسف عرضه لأجل المادة، يعني عرضه وعرض عائلته. نعم نعم. إلى مقام الملك عبد الله. احنا بصراحة ندري ان حكومتنا ما راح تقصر مع الفقراء، لذلك في نهاية كل لقاء كنا نسأل المحتاجين لو في رسالة تبون توصلونها للملك عبد الله وش بتكون؟ قالوا والله نبغى منه المساعدة بس، احنا يامنا في بيت، لو يامنا في بيت في عيالنا الله يجزي بالخير. لا ولا شيء والله الحمد لله، يعني لا بأس بالنسبة لنا، بس يعني طايح البيت ونبغى نطلع منه. والله حنا طال عمرك نسلم عليه ولا نبغى منه أي شيء غير بيت. حلنا في هالحلقة ما راح يكون حل كبير، يعني ما راح نقول الحكومة لا تبرع برا وتخلي تبرعها جوا، لا، نبي نتكلم عن الحل اللي تقدر تشارك فيه أنت. الحل الأول، المجموعات التطوعية تطلع وتشوف وتسوي استطلاع كامل عن الأحياء الفقيرة وتشوف احتياجاتهم، وبعدين تجيب مثلا الأرزاق والبضائع لهالفقراء. الحل الثاني، نبني موقع إلكتروني. الموقع الإلكتروني هذا يسوي استطلاع للفقراء ويحصر الاحتياجات كاملة، الاحتياجات المالية، الاحتياجات المادية بتفاصيلها، هذا يبي سرير، هذا يبي بيت، هذا يبي أكل، وبعدين يصير حلقة وصل بين الأغنياء والفقراء. اللي يبي يتبرع بريال يتبرع، اللي يبي يتبرع ب100، اللي يبي يتبرع ب1000. المهم هذا الموقع يكون هو موقع للصدقات. في بعض المتبرعين يعمل بالخفية ويتصدق على الفقراء، مثل الفاعل الخير اللي تكفل بالتبرع للمحتاجين في حلقتنا هذه، بالإضافة للعديد من الجمعيات الخيرية مثل مؤسسة الراجل الخيرية ومؤسسة الأميرة العنود الخيرية. أيضا هناك الجهود الحكومية في هذا الجانب.